هاي كيفكن؟ اليوم بدنا نحكي عن المنطقية اللي هو كلنا عنا اياه بس من عدد فئة قليلة من الناس او بالارجح احمد زبزوبي. خليني اورجيكم انا شو قصدي. ايه ده ما شاء الله، ايه الشجرة الحلوة دي؟ منطقيا اي شجرة هيك شكلها؟ ايه الشجرة الحلوة دي؟ اعطوني شجرة واحدة بهالدنيا هيك شكلها. ناخد فرع. تاخدي فرع ايه يا ست؟ هو المشكلة مصدق حاله انه شعره معلق على شجرة. ده انا حاطط شعري هنا بنشفه. ده انا حاطط شعري هنا بنشفه. ده منشف شعره. انا غلطان اللي انا حاطه هنا اصلا وبنشفه لسه غسله وانا غلطان. برأيكم هو مبين شعره مغسول؟ مبين انه مغسول؟ مبين مغسول شيء؟ انت بينك وبين نفسك مبين انت شايفه مغسول شيء؟ ولا وعم بنشفه كمان. تخيلوا معي انه هذا الفيديو جايب 1,100,000 مشاهدة. انتوا بس تخيلوا معي لوين الناس صارت توصل كتفكير انه تعمل محتوى. يعني هذا الشيء مثل كأنه دليل انه صناعة المحتوى صار شيء سهل حرفيا، تعمل اشياء غبية بشكل مو طبيعي او غير منطقية اصلا لتجيب مشاهدة. اوكي ما شو احكي. حبل ايه هذا حبل هو حبل ما في نقاش. حبل لو هو حبل قسما بالله العظيم لا تحلف. برجع بقول لك لا تحلف. احلقه دلوقتي قدام الناس كلها وقدام الناس اللي بتشوفنا. هيدي واحدة من الاهتمامات اللي بدي اياها بالحياة وعم بحلم فيه وعم بطمح فيها انه يحلق شعره. لو هو حبل زي ما انت بتقولي اي نعم هو حبل. اشيله زيرو. شيلو زيرو. شيلو حبيبي شيلو. دلوقتي اوريكم ازاي انا بقلع التيشيرت. انا كتير مهتم اعرف كيف بيقلع التيشيرت احمد زبزوبي. ادي الشعر اهو طبعا بجيبه ورا كده اهو. قاعد عم بيغريني بشعره انه طويل. ادي الشعر اهو طبعا بجيبه ورا كده اهو. وادي التيشيرت اهو. ايه كمل. ايه التيشيرت اهو اتخلع من الرقبه. تمام اتخلع من الرقبه. وادي الشعر اهو. التيشيرت بقى بيفضل ينزل anyways طريقة حلوة تشلح فيها التيشيرت. بس ليش لابس تحت التيشيرت جاكيت وتحت الجاكيت تيشيرت؟ برو انت عندك المنطقية معدومة حرفيا. اوكي احمد زبزوبي عنده حساب اسمه اسنجاري. المعلومية هيدي كانت ب 2019 يعني شي 5 سنين. انا مش هتغير يا زمان ولا انسى لمبي. انا واقف على حيلي وفي مكاني رجولة وجدعنة. هيك كان شعر احمد زبزوبي من شي 5 سنين. منطقيا بس من 5 سنين معقول واحد بني ادم طبيعي 5 سنين يطول هيك شعره؟ مستحيل من سابع المستحيلات. بعدين شعره مبين كيف فهمكم مبين حبل. النقطة اللي بدي اوصلها هو ليش تعمل هذا الشيء كله عشان محتوى. ناخذ نبذة ثانية عن فكرة المحتوى القديم كيف كان. الراجل ده هيعمل ايه؟ عجلات ويجر فلوسنا بتجري على المادة. جنب الصحاب المصالح مضطرة تتصالح معاك ناس يا المبدأ. محتوى الليبينج او الميوينج ما بعرف شو اسمه هيدا. انتوا يا اللي بيعملوا مثل بحطوا غنية بيعملوا عجلات ويجر فلوسنا بتجري على المادة. شو بتحسوا؟ ما بتحسوا منظركم ممكن بيطلع غبي بس تطلع بالشارع تعاملوا. الراجل ده هيعمل ايه؟ يعني انا الصراحة سبيتش. شو بدي اقول لك؟ كيف ضبطها؟ كيف ضبطها هاي؟ برو حرفيا هاي نبذة عن محتوى القديم لأحمد زبزوبي. ما فينا نقول عنه مبدع لأنه مش مبدع. وثانيا لك كل احترامي للشعب المصري وعراسي والله، بس يعني ما فيكن ضحك مع شخص من المحتوى حسب جنسيته كمان. بس هيدا ما عنده محتوى الصراحة. ما عم يوقف عليه هو. في كتير صناع محتوى مثله، مثل اللي بتاكل لك الاتيكيت اللي هي مستحيل اصلا تمسك قنية الكولا بايديها، لازم سكين وشوكة. في اللي بتعبد رجال برو بيعملوا إثارة جدل وهذا واحد منهم. ومحتواهم عبارة عن انه يطلعوا عن كومنتري يوتيوبرز ويحكوا عنهم، وهذا اصلا غلط. ما عشان اقول الصراحة، بس انا بدعي من صناع المحتوى تاع الجيل الجديد ما يطلع مثلهم. يب بس هذا اللي بدي اقوله. بدي اقول لكم بس بعتذر كثير على السحبة، ويمكن الفيديو ما يطلع طويل عشان بس اقدر ارجع على قولتكم. السبب سحبتي ما في سبب. حرفيا لي شي 5 فيديوهات 6 فيديوهات عم حاول اصور وما عم يزبط معي لانه نفسيا ما كانت عم تساعد وما بدي كثير اتصنع. بس لا مطلب منكم شوية دعم معنوي، سبسكرايب ولايك اللي بيطلع بيدكم اعملوه. بالاخير ان شاء الله بكون حكيتكم بالفيديو، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. وبس والله ما تنسوا تعملوا سبسكرايب. بحبكم كثير. باي.